عاملين ايه يا جدعان؟ بيتر كل لوكا افتتاحيه جديد. مفيش مبرر بصراحه، هو في مبرر والله يا جدعان، بس يعني انا اسف. المهم يعني ايه، عشان ما نزعلش من بعضينا هنخش الفيديو على طول. بس بعد كده يعني بننزل بانتظام. والله السوشيال ميديا حاجه جميله اكيد، مؤثره بمسافات وبتختصر الوقت بقى وبتاع، بندردش مع صحابنا عليه. في نوعيه من الناس بقى هم اللي قرروا يقدموا محتوى عليه، واكيد في محتوى كويس وهادف، وفي محتوى ملوش لازمه زي اللي انا بقدمه ده. بس في نوعيه ثالثه بقى خالص، ودي مش هتلاقيها في اي مكان غير الانستا. الانستا اكتر برنامج المجتمع بتاعه غريب فشخ. تيك توك مثلا يعني ممكن تشوف عليه حاجات غريبه، بس بتنام، بتعرف تنام بعدها. الانستا لو فتحته قبل ما تنام هيجي لك كوابيس وانت نايم، يا اما مش هتعرف تنام خالص، يا اما انا اللي عندي كده بقى ما اعرفش. انا عامل الفيديو دوت عشان نعرف ان انا الوحيد المجنون ولا في حد ثاني زيي. بعملوا فيديو على الانستا برضه، هسيب لكم اللينك تحت. البنات اللي هم فوق 18 سنه يعني. اول حد معانا جيدو المطروش، واحد اسمه المطروش مستني منه ايه. عامه جيدو المطروش ده متاكد ان هو اتلخبط ورضع من ابوه. شباب، عايز مزيل عرق. مزيل العرق بتاعي خلص، ريحة باطي منتنة. حد يديني أسدين اشتري مزيل عرق بسرعة يا شباب. بعتها له. عايز اسدين عشان نجيب مزيل عرق. مش عارف بصراحه ايه نوع مزيل العرق اللي هو بيستخدمه، بس اكيد حاجه نظيفه فشخ يعني. عارفين يا جدعان الفيديوهات اللي بعد ما تشوفها بتبقى مش عارف تشتم ولا تعيط ولا تنط من الشباك، فبتفضل ساكت كده وفتح بقك 5 ثواني كام استوعب اللي انت شفته ده. بسرعة يا شباب، بعتها له. اكيد المطروش ده هو كل فيديوهاته كده. شباب، الفتيس باظ. الفتيس باظ والله، الفتيس باظ. الفتيس باظ يا شباب، الفتيس باظ. حد يديني اظبط الفتيس. الفتيس باظ. ابعتها له. انا فاهم فشخ هو بيفكر في ايه. هو مستني حد يقول له هو الفتيس باظ ازاي. ما انت اكيد تلاقيك كده قعدت عليه، والحوار مش هزار فعلا، هو ممكن يعملها بجد. انا متاكد بجد ان اللي بوظ الفتيس ان هو عمل كده. يا لهوي، الداعمين ادوني جبت نوتيلا. ابعتها له يا روحي، جديدة يا قلبي. اخيرا بعد 5 ايام متواصله من اللايفات الداعمين الدوب قعدوا بقى يدوه بقى لغايه ما جاب نوتيلا، وهو ده كان التارجت بتاعه تقريبا. او ممكن عادي كان عايز الداعمين يدوه بس مش مشكله النوتيلا يعني. الواد ده ليه فيديوهات انا ما اعرفش اعرضها هنا والله، ممكن بعد كده ابقى اعرضها على اقول لك يعني. العينه اللي انتوا شايفينها في الفيديو دوت دي اقل حاجه عنده، او دي اقل حاجه في الفور يو بتاع الانستا بتاعي. حد يديني اجيب عصير زي ده تاني. حد يديني، ابعتها بجد يا جدعان انا نفسي اشوف حد يعرفه بيتفرج على الفيديوهات دي قدامه. تخيل المطروش ده مثلا وقاعد جنب ابوه، وابوه ظهر له فيديو ليه كده في فور يو، هيبقى رده فعل ابوه ايه؟ ورده فعله هو شخصيا هتبقى ايه؟ واصحابه بقى والناس اللي اصحابه ايه؟ ده اكيد ملوش صحاب. بيتعايش ازاي ده يا جدعان؟ معلش يا جدعان نطلع من انستا ثانيه. في حد اسمه عمر المنوفي اتكلم عليا، جاب سيرتي، الناس عماله تنشني بقى وبتاع. هم الناس مش اخوك كده في الكومنتات يعني، بس عايز اشوف هو ايه الدنيا. معانا بقى لوكا. في واحد هنا على الابلكيشن اسمه لوكا كل محتواه ان هو يجيب حد ويقعد يتريق عليه او يتنمر عليه والناس تقعد تضحك. فبصراحه هو اول حاجه اي حد بيعمل حاجه زي كده فهو شخص ما عندوش شخصيه. بص يا جدعان، عشان تفهم اي حد وتكسب اي نقاش، شوف هو جنسه ايه واعكسه. يعني هو راجل قول له كلمه بصيغه المؤنث، ولو بنت كلمها بصيغه المذكر، وكده بقى الشغل ابن الاحسن. وصدقني اصلا بلاش تعمل كده بعينك، انت مش مثير يعني، انت مثير للشفقه. طلع ان ما عندكش سي بي ايز يا اسطى. وبعدين ايه لوكا دي؟ مش لوكا دي المفروض دلع بنت اسمها ملك؟ بص انا مش هقدر اشرح لك انه ينفع للاثنين، انا بس عندي تعليق على رياكشناتك البضاءة. ايه لوكا دي؟ هو ده مش اسم بنت ولا ايه؟ انا ما فيش ارجل مني في الابلكيشن ده. في واحد بيقول له في الكومنتات انا اسمي مالك والمفروض دلع ملك لوكا، بس انا بحب حد يدلعني المك او مك. ليه كده يا مالك؟ انت خليت شكلنا وحش قوي دلوقتي يا اسطى. انا مش هحط صورتك عشان ما اشهركش او عشان ما تتصيدش او عشان ما حدش يعرفك. انتوا بقى خشوا دوروا عليه. الكلمه دي ما تقولهاش غير لما تنجح نجاح فشيخ، لما توصل خالص بقى. انك ما تقولش اسم حد عشان تقول له لو قلت كده هتتصيد، وتبتسم ابتسامه اللي هو اللي بيصيد ده. بس انت ولا وصلت ولا ناجح، انت غلبان فشخ يعني. وانا مش هنكلمك في ريتش يا اسطى، ايه العبط ده؟ ريتش ايه يا اسطى؟ يا اسطى علي يا اسطى، يا ابني علي، يا ابني شردل ده، احنا كبرنا يا ابني خلاص على الهبل ده يا ابني. واخر حاجه عايز اقولها لك او اقولها لك بقى، اقولها لك يا لوكا. خلي عندك شخصيه يا حبيبتي، عشان غلط اللي بتعمليه ده، لان الموضوع ده فيه قواضي. يعني تخيلي ان حد من دول رفع عليكي قضيه يا روحي. انا من اول ما شفتك يا ابني وعرفت انك قاعد على صناعه اتكلم كده ليه يا اسطى؟ ايه الخرا ده؟ انا ممكن اعمل زيك على فكره. هقول لك على حاجه يا منوفي، هقول لك على حاجه، قصدي اقول لك على حاجه. بص يا منوفي يا روحي، ما تعمليش كده تاني. لا اسكت. جود جيرل. انا مش عارف بصراحه
طيب يا جدعان انا مش هقلده تاني بصراحه، عشان انا مش مأذيت من نفسي. تخيل بقى ده بيعمل كده طول حياته، عايز بقى هو بيعمل ايه. هو بيتكلم عني اصلا، ما جبت سيرته قبل كده في فيديو. هو طالع تقريبا عشان انا جبت سيره واحد صاحبي. تعالى نخش نشوف ايه محتواه بقى وبتاع، هنصيطه يعني. ماشي عادي عادي، اكيد كلها ساعات بتقلش مننا وبننزل حاجات ما كناش عايزين ننزلها. ماشي هعدلك المره دي، تعال نشوف حاجه تانية يمكن ربنا يكون هداك. الساعة 5 الفجر ومش عارف انام، هو ده المحتوى. محتوى الرياكت كده كده مش معترف بيه، انا نفسي اعمل زيك يعني. على الاقل مفيش مجهود ولا مونتاج ولا اي حاجة، كل اللي عامله ان انا اكتب 5 الفجر وابص بصات شهوانية للمشاهد. ما انا كل يوم ما بعرفش انام يعني. نرجع لمحتوى الانستا تاني بقى. معانا بلال ناصر. بلال عيل صغير زي اي عيل صغير، كان نفسه يعمل محتوى، بس ده ما بداش بقى يلعب بابجي وينزل الفيديو على اليوتيوب يجي له 4 مشاهدين ويقفل القناه بعدها بيومين. ده بدا يمثل، وبدا يمثل على الانستا. تخيل الطفل دلوقتي بقى عنده انستا. كنت فاكر انكم هتفهموا بس طلعت غلطان. كنت فاكر هتفهموا بس طلعت غلطان. كنت فاكر انكم هتفهموا بس طلعت غلطان. كنت فاكر انكم هتفهموا بس طلعت غلطان. كنت فاكر انكم هتفهموا بس طلعت غلطان. خدتوا بالكم يا جدعان بالنظره الاخيره في الحزن دي؟ ماشي الباقي مقبول شويه، بس الاخيره بتاعت الحزن دي لما جه بص لتحت كده ما حدش يعرف يعملها. جيب لي حد ميسي ماكوني، ليوناردو دي كابريو، ما حدش يعرف يعمل اللي هو عامله. وانا مش هتريق يا جدعان، انا مش هتريق. الواد ده عسل فشخ والله العظيم. انا ليه لازم اطلع حاجه وحشه معايا؟ ما ممكن تبقى حلوه عادي. ايوه انا عمري ما طلعت حاجه حلوه معايا في القناه دي، فده اول حاجه حلوه تطلع في القناه. الكلام ده مش هيعدي بالساهل، انت فاهم؟ 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 الكلام ده مش هيعدي. انا مش عارف هو ليه ما كملش العصبيه، اعتقد عشان كان متعصب يعني في قفل الفيديو. بس جامد والله، والله يا ابني جامد يا ابني يستمر. انا عايز حد بس يسحب منه التليفون يا جدعان عشان يقعد يذاكر بس. والله مش قصدي ان هو تمثيل وحش، بس اقعد ذاكر يا ابني. يبقى كده ماشي صح. يبقى كده ماشي صح. هي بقت كده ماشي صح. هي بقت كده ماشي صح. هي بقت كده ماشي يا صاحبي. بحب اول اللحظه اللي هو بيحط فيها اللي هو القطر على عينه كده، عشان لما يجي يعمل الحزن يعملها هو بضمير يعني. ولما جه اتعصب عشان ياكد لك ان هو متعصب، راح جاي ضارب البتاع اللي جنبه كده وراح قايل. جامد فشخ يا ابني، كمل في اللي انت فيه ده يا ابني. لا بهزر يا بلال بهزر. انا بهزر يا بلال، اخويا الصغير يعني. كمل وهتنجح. لو حد جه ما عندوش محتوى ولا حياه بيتكلم عنك، ارميه برجلك كده، ارفصه برجلك وكمل طريقه. لا ما تكملش طريقه، شق طريقه. بس كده يا جدعان القضيه خلصت. انا عارف ان الفيديو قصير والله، بس انا يا جدعان انا مش عارف نصور والله العظيم. انا الدنيا بايظه عندي خالص يا جدعان. بس كده يا جدعان، ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك وفولو على انستا والتيك توك، وتخش سيرفر ديسكورد. وبس كده، سلام. وبعدين ايه لوكا دي؟ مش لوكا دي المفروض دلع بنت اسمها ملك؟ انا مش هحط صورتك عشان ما اشهركش او عشان ما تصيطش او عشان محدش يعرفك. انتوا بقى خشوا دوروا عليه.